أسعد الله حياتك. خد بالك بقى، في تحذير من طبيب كبير قوي وهو الدكتور بهي الدين مرسي. بيقول فيه: احترسوا، الفسيخ سم قاتل، لا تأكل الفسيخ. بيقول انه بيحذر من مخاطر تناوله في كل مرة بيقترب منها شم النسيم. ما هو عارف طبعا ان المصريين بيعشقوا الرنجة والفسيخ. بس هو بيقول ايه بقى؟ بيقولوا انه بيبرأ ذمته ان الفسيخ المسمم ما بقاش له ريحه وما تعرفش تميزه، وانه مفيش فرق ما بين الفسيخ الكويس او الفسيخ المسمم في الطعم او اللون او حتى قوام السمكه. بيقول لك يعني العبره مش بسعر الفسيخ ولا بشهره البائع او العلامه التجاريه، لا 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 لا، الفسيخ مسمم، لا تاكل الفسيخ. وبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان الفسيخ خطورته ان هو يعني بيدمر الجهاز العصبي وبيخش على الجهاز التنفسي، وان اذا حصل تسمم لا يمكن العلاج. هو بيقول طبعا هتاكل قطعه صغيره او قطعه كبيره هيحصل التسمم. من باب اولى هو بينصحك، لكن مفيش داعي تاكل فسيخ او تقترب منه. هو يعني مش حاجة مميزة. هو بينصح بالرنجة، لأن الرنجة بتبان إذا كانت كويسة، إذا كانت كويسة أو غير كويسة. أنا قريت المقال ده وحسيت إنه مفيد، وإن بما إنك أنت صديقي قلت لازم أقول لك عليه. تحياتي.